قيامة المسيح تميزت بأنها كانت حدث ثوري على مفاهيم عنصرية متمترسة سادت في مجتمع ذكوري، ومعروف أنه كثير من الثقافات الشرقية بتحط من مكانة المرأة، لكن السيد المسيح واجه المفاهيم دي بكل جراءة حتى مع تلاميذه المغربين، زي حادثة المرأة الفينيقية والمرأة السامرية والمرأة اللي اتقبضت متلبسة في حال الزنا وغيرهم كثير. وبالرجوع لقيامة رب المجد بنلقى أول من شهد الحدث العظيم الرائع ده كانت مرة بسيطة جدا ومهمشة في مجتمعها، والنظرات الدونية بتلاحظها، واسمة العار من ماضي ملطخ بالاتهامات والازدراء بالطاردة، لكن برغم ده كله اتميزت بأمر غل ما يوجد بين رجال الدين. مريم المجدلية كان قلبها ملتهب بالأشواق للمحبوب يسوع المسيح. بنقرأ في إنجيل يوحنا في أول الإصحاح 20: في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باغ، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. صديق المشاهد، دار ألفت انتباهك لعبارة الظلام باغ. أشواق المجدلية المتأججة ما سمحت لها تستنى لغاية ما ضوء الشمس يمرق عشان ما تقوم تمشي للقبر، لكن قامت من حتة اللي هي فيها ودغري على القبر، والرب كافأها إنه هي كانت أول زول يشوف القيامة والحياة. السيد المسيح بيقول عن نفسه بلسان الحكمة في سفر الأمثال: أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. عزيزي المشاهد، أشجعك إنه تبكر للقعدة والونسة مع رب المجد، فحيكافئك ويعلن لك وبيك عن أمجاد عظيمة ما شاف زول، أخفيت عن الحكماء والفهماء وأعلنت للأطفال البسطاء. حتكون أنت أول من يشهد عنها. بإعلان المجدلية عن القيامة كأول شاهد لها، بنلقى إنه يسوع المسيح بدشن عهد النعمة على أسس جديدة كلياً فيها تساوى الأنثى مع الذكر تماماً في كافة الحقوق والواجبات.